قعدت ابص على الازاز بتاع باب الاوضه مش باين منه غير الضلمه. صحيت واحد من الامن اللي قاعدين معايا عشان يقف في مكاني عبال ما ادخل الحمام وارجع. وبعد ما دخلت الحمام بثواني سمعت صوت حارس الامن بيصرخ، وبعدها سمعت صوت نبضات قلبي بتدق جامد وبسرعه. فطلعت من الحمام بسرعه عشان اشوف ايه اللي بيحصل. لقيت فرد الامن اللي وقفته مكاني عبال ما ادخل الحمام واجي لقيته واقع مرمي على الارض، وفرد الامن التاني اللي كان نايم قاعد ضامم رجلين الاتنين وحاطط ايده على وشه وعمال يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفضل يكررها كذا مره. فجريت عليه بسرعه وقلت له ايه اللي حصل. ما ردش عليا وفضل يعيط ويقرا قران، وكان باصص ناحيه الاوضه اللي فيها الجثه. كلمت الدكتور اشرف وحكيت له على اللي حصل، وجالنا بعد شويه. اللي رعبني اللي فرد الامن اللي كان واقع مرمي على الارض مات. وهنا بقى انا تفكيري اتشتت وقلبي وقف اول ما سمعت اللي الدكتور اشرف بيقول. قلت للدكتور اشرف معلش بعد اللي حصل ده انا مش هقدر اكمل، الجثه دي وراها حاجه مش طبيعيه. قال لي تامر مش انت اللي تقول كده ولا تخاف من حاجه زي كده، انت اجمد من كده. قلت له يا دكتور